السلام عليكم، انا احمد فاخر ودي قناه سوكت شحن. والنهارده هنتكلم عن قاتل الفلاج شيب، وحش من وحوش فئه البوكو، وهو بوكو اف 6 برو. بيجي في العلبه شاحن فاست بقوه ال 120 واط، بيشحن تليفون في 19 دقيقه بس. عارف يعني ايه 19 دقيقه بس يا مؤمن؟ يعني من 0 ل 100 في 19 دقيقه. يعني على ما تعمل كوبايه الشاي يكون خلص شحن قبل ما تخلص كوبايه الشاي. اما من جانب خامه التصنيع، فالتليفون بيجي باطار من الالومنيوم، بيحسسك كده انك ماسك حاجه بريميوم قوي في ايدك. وطبعا ما ننساش المميز في هواتف شاومي، وهي لمبه الاي ار اللي بتخلي التليفون يشتغل كريموت. وغير طبعا ان هو جاي بمايك خاص للنويز كانسليشن، وده خاص بالضوضاء. والتليفون بيجي بسماعه صوت ستيريو، وصوتها نقي وعالي جدا. ونيجي لاهم حاجه في التليفون، وهي الشاشه اللي بتخلي التليفون اكثر تميزا، خصوصا انها شاشه فلات مسطحه من النوع الاموليد بكثافة البكسلات 526 بكسل لكل. وده رقم مش بنلاقيه غير في الهواتف الرائدة والفلاج شيب بس. وطبعا ما ننساش ان هو اصلا قاتل للفلاج شيب، فهنلاقيه بيدمر اي حاجة. والشاشة بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز، وده بيدي سلاسة في التعامل خصوصا في التنقلات والسكرول. ده غير انها بتيجي ب 4000 نتس، يعني 4000 شمعة منورين حياتك تحت أشعة الشمس. وده رقم عملاق وكافي جدا انك تتعامل على التليفون تحت أشعة الشمس. بما ان الشاشة من النوع الأموليد، فأكيد البصمة بتكون مدمجة تحت الشاشة. ده غير انها سريعة جدا، مش بتغلط ولا بتخرف، وعارفه صباعك من صباع غيرك. نيجي بعد كده للاداء، فالجهاز بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 2 بمعماريه تصنيع 4 نانومتر، ثماني النواه بتردد 3.2 جيجا هرتز. وبيجي مع المعالج الرسومي ادرينو 740. فبالنسبه للاداء، فالمعالج ده مش هيأثر معاك في الاداء اليومي، او لو انت من محبين الالعاب في الجهاز ده مش هيأثر معاك. وده لان المعالج قوي كفايه انه يخلي اللعبه سلسه، ما يكونش فيها لاج او تقطيع. ولان شاومي بتحب تعمل الحاجه بامتياز، فالنسبه للتبريد، شاومي استخدمت فيه التبريد السائل او الليكويد كول، واللي دايما بنشوفه في الهواتف الرائده والفلاج شيب المميزه من سامسونج او من الايفون او من الحاجات اللي هي العاليه قوي، اللي هي بتعدي ال 50 و60 الف جنيه. فان انت تلاقي الليكويد او التبريد ده او تلاقي المعالج ده بالمعالج الرسومي بكل حاجه في التليفون ده، من شاشه، من تردد، من كل حاجه في تليفون في الفئه دي حاجه عظمه جدا من شاومي. اما بالنسبه للرامات والمساحه الداخليه، فالجهاز بيجي بثلاث نسخ. الاولى بتيجي برام 12 مع ذاكره داخليه 256، والفئه الثانيه بتيجي برام 12 مع ذاكره داخليه 512، والنسخه الثالثه او الفئه الثالثه بتيجي برام 16 جيجا مع 1 تيرا بايت من الذاكره الداخليه. ونيجي بعد كده للكاميرات، ونبدأ بالكاميرا الخلفية للجهاز، وده بيجي بثلاث كاميرات خلفية. أول كاميرا وهي الكاميرا الرئيسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني بفتحة عدسة 1.6 مع تدعيمها للمشتت البصري. فالعدسة الرئيسية هنا تقدر تصور بيها فيديوهات بدقة ال 8K 24 فريم. أما لو هتصور بدقة ال 4K فهيكون عندك خيار التصوير ب 30 فريم أو 60 فريم. وبالنسبة للناس اللي بتهتم بتصوير السلو موشن، فهنا في خيار التصوير بدقة الفول اتش دي 1080. ساعتها هيكون عندك خيار التصوير ب 30 فريم لحد 960 فريم، يعني هيبدأ معاك من 30 فريم لحد 960 فريم. والكاميرا هنا هتديك صور مشبعة وأداء رائع في التفاصيل جدا، والديناميك رينج عامل شغل عالي، والعزل معقول قوي. والفيديو هنا بيقدم جودة عالية جدا، وخصوصا في الثبات والألوان، فمش هتواجه معاه أي مشاكل. أما الكاميرا التانية فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، ودي بتكون الألترا وايد أو التصوير بزاوية واسعة. والكاميرا التالتة بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي خاصة بالتقريب أو المايكرو كاميرا. نيجي بقى للكاميرا الأمامية، فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. أما البطارية، فالجهاز بيجي ببطارية سعة 5000 ملي أمبير، وحجم البطارية دي مع المعالج مع الشحن ال 120 واط هيخلي التليفون يكمل معاك اليوم بكل أريحية، ومش تحتاج تشحنه تاني في نص اليوم. ولو حبيت تشحنه في نص اليوم، كده كده الشاحن هيشحنه في 19 دقيقة، يعني مش هكمل تلت ساعة يكون شاحن من 0 ل 100. اما من ناحيه العيوب، فاول عيب فيه ان هو التليفون ما بيجيش ان انت تقدر تركب له كارت ميموري، وده بصراحه ما بعتبروش عيب قوي، لان التليفون بيجي باكتر من اصدار واكتر من فئه بمساحات مختلفه. تاني عيب في الجهاز ان هم لغوا مدخل السماعات 3.5 مللي،
ولكن ما اعتبروش عيب قوي، لان انت تقدر تعوضه بان انت تقدر تستخدم سماعه سلك من النوع التايب سي، او انت تستخدم سماعه بلوتوث. خصوصا ان شاومي حاطه احدث اصدار من البلوتوث وهو من اصدار 5.3، وده مش هيحسسك باي لاج او تاخر في الارسال او الاستقبال، خصوصا في الالعاب زي ببجي. تالت عيب في التليفون ان هو للاسف غير مقاوم للغبار او للميه، فانت تحاول تحافظ عليه. وجهاز البوكو اف 6 برو نازل باللونين الابيض والاسود بسعر يبدا من $500، وده للمساحه ال 12 جيجا رام مع ذاكره داخليه 256. ده يعادل بالمصري حوالي 24000 او 25000 على حسب النزول. ولو وصلت لحد هنا فاكتب لي في التعليقات، هل انت شايف ان التليفون ده بمواصفاته الجباره دي يستحق السعر ده، ولا ان سعره مبالغ فيه جدا خصوصا في الظروف دي؟ ولحد هنا خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تدعمني باللايك الجميل والاشتراك في القناه، واعمل شير لو المحتوى مفيد وعجبك. سلام.